اللي في الصورة قدامكم دي اسمها زهرة، عندها 27 سنة، بتشتغل كاتبة عدل في محكمة العدل الملكية في لندن. بتعشق العمل التطوعي ومساعدة الناس، وبتدافع دايما عن النساء اللي بيتعرضوا للعنف. في يوم بيوصل للشرطة استغاثة من أحد المرة في الشارع بعد ما بيكتشف وجود زهرة بتنزف على الطريق فقد الوعي تماما، ومن الواضح إن في جريمة حصلت في المكان. زهرة إلينا من مواليد لندن سنة 1986. أهلها أصلا من باكستان، وانتقلوا للحياة في لندن سنة 1968، وهناك خلفوا أولادهم الخمسة، واللي كان من ضمنهم زهرة، واللي كانت شغوفة طول حياتها بالقراءة عن القانون، وبتحب السفر والباليه والسباحة، وبتعشق العمل التطوعي ومساعدة الناس. ولما كبرت زهرة التحقت بالكلية ودرست القانون، وفي سنة 2022 خلصت دراستها واشتغلت بمحكمة العدل الملكية، واهتمت بقضايا العنف ضد النساء. زهرة كانت بنت مثالية بالنسبة لعيلتها والمجتمع. وفي يوم الأحد 26 يونيو سنة 2022 زهرة كانت على ميعاد مع صديقة ليها علشان يتعشوا برا وبعدها يسهروا في نادي ليلي، وبالفعل ده اللي حصل. بس المفاجأة بعدها إن اليوم يعدي وأهل زهرة يكتشفوا تاني يوم إن بنتهم ماتت في المستشفى، وكل اللي عرفوه إن زهرة اتعرضت للاعتداء والضرب أثناء رجوعها من النادي الليلي بالليل، والمجرم سابها على الطريق تنزف لحد ما شافها أحد المرة وبلغ الشرطة. بعد نقل زهرة للمستشفى كانت لسه عايشة، والدكاترة حاولوا ينقذوا حياتها بكل الطرق، بس النزيف الحاد اللي تعرضت له مداش فرصة للدكاترة إنهم يحاولوا كتير، وماتت زهرة. رجال الشرطة في الوقت ده فتشوا مسرح الجريمة بالكامل، وفرغوا كل كاميرات المنطقة المحيطة، وهما بيفتشوا مسرح الجريمة لقوا في مكان بعيد شوية آلة حادة عليها بقع حمراء، وتوقعوا إن دي الأداة اللي استخدمها المجرم في ضرب زهرة، وبالفعل حرزوها للتحليل، ولقوا ملابس زهرة ممزقة وموجودة قرب مسرح الجريمة، واتحرزت هي كمان علشان يحاولوا يوصلوا منها لحمض نووي للمجرم. وبعدها رجال الشرطة فرغوا كاميرات المراقبة اللي في منطقة مسرح الجريمة، وساعتها اكتشفوا مفاجأة، وهي إن في كاميرا مراقبة البيت أمام مسرح الجريمة صورت الجريمة كاملة، بس للأسف شكل المجرم ما كانش واضح. وقتها رجال الشرطة تتبعوا كاميرات المراقبة علشان يشوفوا خط سير الشخص ده، واكتشفوا إنه كان بيطارد زهرة من وقت ما خرجت من النادي الليلي، بس هي ممكن تكون ما خدتش بالها منه أو ما توقعتش إنه ممكن يأذيها وهي ماشية في الشارع. رجال الشرطة رجعوا يتبعوا كاميرات المراقبة في الشوارع وفي خطوط سير المجرم علشان يعرفوا كان فين قبل ما يطارد زهرة. اكتشفوا إن المجرم كان سهران في نادي ليلي، وبعد مشاجرة هناك بسبب التحرش ببنت اتطرد من النادي وهو في حالة سكر شديدة جدا، وخرج بعدها يمشي في الشوارع يطارد بنت في التانية، وللحظ إنهم قدروا يهربوا منه، بس زهرة كانت هي المجني عليها. رجال الشرطة عرفوا من الكاميرات إن الشخص ده بعد ما ارتكب جريمته راح للمقطورة اللي بيعيش فيها، وكده عرفوا محل إقامة المجرم، وبسرعة راحوا يقبضوا عليه. وهناك اكتشفوا إنه مجرم خطير لسه خارج من السجن يوم 17 يونيو سنة 2022، يعني قبل الجريمة ب9 أيام بس. المجرم ده اسمه جوردن، عنده 29 سنة، وليه تاريخ إجرامي من وهو عنده 13 سنة، ما بين سرقة وحيازة مخدرات وتعدي على رجال الشرطة وغيرها كتير. جوردن اتولد في عيلة معتادة للمشاكل، ووالده كان مقضي معظم حياته في السجن بسبب حيازة المخدرات والإتجار فيها. لما خرج جوردن من السجن يوم 17 يونيو ما كانش ليه مكان يعيش فيه، وعلشان كده لجأ لصديق ليه اتعرف عليه لما كان محبوس، وعاش معاه في المقطورة بتاعته. وحياته خلال الكام يوم دول كانت بتدور حوالين الأكل والنوم والسهر طول الليل في النوادي الليلية وشرب الكحول بكميات ضخمة، ولازم ينتهي يومه بالتحرش بالفتيات وخناقات على أتفه الأسباب. رجال الشرطة وهم بيقبضوا على جوردن ما قاومش أبدا، وراح معاهم بكل هدوء،
بس وقت التحقيق معاه أنكر تماما إنه يعرف زهرة أو ليه علاقة بالجريمة. في الوقت ده كان تقرير الطب الشرعي ظهر، وقدروا يحددوا بصمات الجاني الموجودة على الأداة الحادة اللي لقوها قرب مسرح الجريمة. بالبحث عن البصمات دي في قاعدة بيانات الشرطة اكتشفوا إنها بصمات جوردن، وبكده إنكاره للجريمة ملهوش أي معنى، وضغط المحققين عليه علشان يعترف بجريمته. لكن جوردن قال إنه بيعاني من اضطرابات نفسية وبياخد علاج لمرض اضطراب ثنائي القطب، وده بيخليه ينسى ومش بيركز، وهو مش فاكر كان فين يوم 29 يونيو. رغم كل اللي قاله جوردن، المحققين ما اقتنعوش بيه وضغطوا عليه أكتر لحد ما اعترف بجريمته، وتحولت القضية للمحكمة. عيلة زهرة وكل الشعب الباكستاني اللي عايشين في لندن تجمهروا وقتها وطلبوا تحقيق العدالة ورجوع حق زهرة. أخيرا المحكمة أدانت جوردن بقتل زهرة. وقتها محامين الدفاع قالوا إن جوردن بيعاني من مشاكل نفسية بسبب طفولته الصعبة واللي أدت لتكوين شخصيته العدوانية. بس القاضي قال إن ماضي جوردن مش مبرر أبدا لارتكاب الجريمة، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 38 سنة. زهرة كانت دايما بتدافع عن السيدات اللي تعرضوا للعنف، وفي الآخر اتوفت لنفس السبب. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، واتمنى أعرف رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد.